تفضل أيمن. نعم، لم ينطلق الموسم الجامعي هنا بجامعة طاهر محمد ببشار بحضور السلطات المحلية للولاية وكذا جميع الأسرة الجامعية هنا بجامعة طاهر محمد ببشار. ما يميز هذا الموسم الجامعي هو تدعم هذه الجامعة بأربع تخصصات هي مهمة جدا، خاصة تعكس ذلك انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي. تخصصين مهمين لهم علاقة مباشرة بالمشروع في الجنوب الغربي، مشروع المنجم الحديد بغرج بيلات. التخصصين هما في السنة الثانية الليسونس في العلوم التكنولوجية، التخصص الأول هو هندسة المناجم وكذا التعدين، وأيضا هناك تخصصات أخرى في الإعلام الآلي. هذا الموسم الجامعي قد شهد بجامعة طاهر محمد ببشار تسجيل أكثر من 2200 طلبة جدد، وما يميز خاصة هذا التسجيل هو تسجيل أكبر عدد طلبة في تخصص الطب منذ إنشاء كلية الطب هنا بجامعة طاهر محمد ببشار. سنفصل في هذا الموضوع بحضور السيد مدير الجامعة البروفيسور بوجمع بزازي. أهلا وسهلا بك سيدي. في البداية اليوم الدخول الجامعي بجامعة طاهر محمد ببشار، كيف استعددتم لهذا الدخول وما الذي يميز هذا الموسم؟ أولا أرحب بالطلبة الجدد الوافدين على جامعتنا لهذه السنة 2024-2025. الاستعداد كنا مستعدين منذ زمان. لقد تم تسجيل كل الطلبة، لقد تم إدراج الطلبة كلهم على منصة بروغريس، وكل الطلبة راهم من أمس استلموا الطلبة الجدد استلموا بطاقاتهم الطلابية التي يستعملونها للدخول للجامعة، للدخول للمطعم، للنقل. نعم. واش نقدر نقول لكم هنا؟ نعم سيد المدير، لو تفسر لنا عن أهمية التخصصات الأربعة التي أدرجت في هذا الموسم وانفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي لبغية توفير مناصب وتوفير اليد العاملة المؤهلة للمشاريع التي تتماشى للدولة الجزائرية. أولا الاختصاصات الاختصاصات هي خاصة لا برودكسيون ميتالورجيك، هي التعدين، و ليمين برودكسيون ستادير ليمين الى ميتالورجي. هذا ما السنة القادمة سيكون يعني سيكونوا وطنيين، ما يكونوش يعني فقط غير هذه الولاية تاع بشار اللي يدخلوا، يكونوا وطنيين. يقدر يكون من أضرار، من تندوف، من نعامة، يقدروا يدخلوا هنا الطلبة. ثانيا يعني واش نقول لكم، يعني احنا درجنا في العام القادم افتتاح الاختصاص شيرجي دونتير، معناها طب الأسنان العام القادم. وثانيا واش نقولوا، الجامعة هذه كانت تستوعب 80 طالب طب في العام هذا راح عندنا 127 طالب. لماذا؟ لأن عندنا الكلية راهي في قيد الإنجاز. إن شاء الله نفتحوها ندشنوها في شهر جونفي إن شاء الله، شهر جونفي، وتستوعب كثير من الطلبة. نقدروا نفتحوا كثير الاختصاصات. عندنا زوج اختصاصات ثاني جدد، هي لا سيكوريتي سيبرنيتيك، أمن المعلوماتي، والذكاء الاصطناعي. هذا ما تخصصات جدد، هذا ما اللي فتحناهم هنا في الجامعة هذه. شكرا جزيلا السيد مدير الجامعة السيد بوجمع بزازي على كل هذه المعلومات. إذا لم يجري الدخول الجامعي هنا بجامعة طاهر محمد ببشار وسط ظروف تنظيمية جيدة، إقبال الطلبة الجدد، وسينطلق بعد قليل فقط هنا الافتتاح الرسمي بالمدرج المركزي لجامعة طاهر محمد ببشار العام.